السلام عليكم يا شباب، منورين الدنيا كلها، انتم منورين على راسي. في نهاية هذه الترولوجيا العظيمة، آخر فيديو عن الشهرة، الترولوجي التي سحقت لورد اوف ذا رينجز، سحقت كريستوفر نولان والعوالم الموازية وكل الكلام ده كله. المرة بقى انت ازاي تخش في عالم الشهرة، في ازاي تبقى مشهور في 2025، كمان بالفانز والناس ازاي هتحبك في فيديو هوس الشهرة. الحلقة الناقصة في الترولوجي دي وهي انت يا ذليل، يا عويل، يا مجوف مسحوق مخوخ. هنعمل فيك ايه بقى؟ وانا اصلا انا مش عارف انا ليه خليتها ترولوجي، بس هي جت كده انها 3 فيديوهات عن الشهرة ورا بعض، هي خليتها ترولوجي كده يعني يعني مش عارف. فخلاص انت بعد الفيديوهين اللي فاتوا عرفت ازاي تبقى مشهور ووصلت ونجحت، بس المهم بقى ازاي تحافظ على الشهرة دي. فقال حكيم ذات مرة: الوصول للترند ليس صعب بتاتا، ولكن الحفاظ عليه هو مكمن الصعوبة. سقفة يا جدعان، سقفة بعد كده اتكلم. انا جاي اوفر عليك فلوس شركه البي ار، وادينا الفلوس، انا اولى بيها، ما تديهاش لاي حد تاني، وانا هسوق لك الدنيا وهظبط لك الدنيا. فيديو اللي هو بتاع ازاي تبقى مشهور هتلاقي اللينك في الديسكربشن، ارجع له وهات الفلوس. الحلاوه دي. فاحنا عندنا سؤال مهم جدا: انت اللي هتحبك اصلا من كاريزمتك ولا وسامتك ولا اكتئابك اللي مخليك تعمل كل ده هيتلخص في حاجه واحده بس تلم كل الكلام ده. شايف الورقه دي هتبيعك روحك، هتخليك انت المنتج اللي بيتباع بيه، انت السلعه اللي تباع وتشترى. من الاخر بس تعمل بيرسونا تبيع بيها يعني. فاحنا عشان نعرف ازاي نعمل الكلام ده كله لازم نبص للرواد هم بيعملوا ايه. احنا هنقسم الرواد ل4 تصنيفات: المغنيين والممثلين والرابرز واليوتيوبرز. ليه اليوتيوبرز؟ تعريف. طبعا انا قلت لك ان هم 4 تصنيفات، بس هم في الحقيقه بالنسبه لي تصنيفين: اليوتيوبرز والرابرز والمغنيين والممثلين. بس قبل ما نخش بقى في الحته دي، يعني انا عندي تنويه بسيط. انا متبني الحياديه وهبقى على مسافه واحده من الجميع، وهتكلم بحياديه تام. اوكي بص، هو هيبقى فيه شويه انحيازيه بس عادي يعني. انا طلع اقول رايي، لو مش عاجبك مضطر احترمك يعني، اعمل لك ايه. المهم ان الرابرز واليوتيوبرز في جيلنا احنا بالذات عندنا تعلق بيهم بزياده، انا شايف ان هو راجع لان انت بتشوف الشخص ده شبهك، او ان هم طول الوقت قدامك وبيتواصلوا معاك وفعلا بيقدروك انت كبني ادم يعني. والسبب الثالث اللي هو موضوع الحلقه نفسه، اللي هي البرسونا. ايه هي البرسونا اللي بيبيعوها ليك وبيقدموها لك؟ لا انت من غير لما تفنن تقولي حقيقة شنو سانتا، انا في الوانزا احنا مجالنا احنا بره عن البيت. عندك بابلو اللي شايف حياته كلها عباره عن فيلم في كل اغانيه، والكاشات اللي جت من بعد الكهرباء، وهعمل كل اللي انا اقدر عليه علشان بس فليكس عليكم بالفلوس. انا ده شبع من بعد جوع يا اسطى. تفكروني يا جدعان واحدة. انت اصلا تلقائيا اول ما بتسمع بابلو بتحس ان انت في باور غريبه كده، انت عايز تمسك جبل تقعد تهد فيه. هتستفاد ايه؟ مش هتستفاد حاجه، بس انت عايز تقوم تعمل حاجه حاليا دلوقتي. او مثلا تحس ان انت عايز تكسر سن يطلع لك ناب. عفروت بقى والكحرته والشاي والكلام ده كله والسيوف ومن السيوف يا اسطى. السيوف دي منطقه بضل. مروان موسى يا اسطى، عارف انك غني يا اسطى، والله لازم عارف انك غني. خلاص مش محتاج ان انت كل اغنيه تعرفنا ان الجاكيت ابو 700 جنيه بقى دلوقتي ب 1800 جنيه، فانت مستخسر. حرام ان انت تدفعه يا اسطى. ما احنا في الحالتين مش عارفين نجيبه يا عم. ابي يوسف ورسمه ان انا بابا المجال، وهو بصراحه عارف يرسم الموضوع ده كويس يعني، هو قادر على ده. هو حط الموضوع ده في العقل الجمعي كده لدرجه ان انت اكتر فانز متعصبين هتلاقيهم لابي يوسف بالذات. المهم ويجز بقى، انت مستنيه اكمل؟ اصلا متبرر من الراجل ده عموما يعني. هو خلاص سابنا وساب الراب والكلام ده كله وراح بقى مين ستريم وكلام الناس العاقله ده يعني. حاجه تقرف، حاجه زخره. او مين بقى؟ مين يا ترى؟ مين حبيب الملايين، حبيب الجماهير، حبيب قلبي، لسه نازل البوم امبارح، استاذ الفنان الحلبسه ما بتتشربش بشاليمو. انتهى. في الجزء التاني من التصنيف اللي هم اليوتيوبرز. وانا بالنسبه لي اليوتيوبرز هم لوكشه واحده كده كلهم على بعض، ان البيرسونا بتاعتهم هي اللا بيرسونا. هم ليه بيبقوا عندهم لا بيرسونا؟ عشان انت كده فكره الكونتنت كريشن كلها على بعضها متمحوره ان انت بتعمل حاجه اللي انت اصلا مهتم بيها، فانت مش محتاج ان انت تبقى مصطنع وانت بتعمل الحاجه دي. حتى لو بتحط شخصيه بتبقى هي كاركتر او التر ايجو او ايا كان الكلام بتاع الامينيم ده. فكره انت هتطلع الناس على الاقل مره كل اسبوع، فبالتالي انت مش هتقعد تصطنع طول الوقت ده ان انت في شخصيه معينه بيرسونا مقدمها. لا، الموضوع هيبقى مرهق ومتعب. وايه الفكره الحته دي؟ ان انت هتبيع شخصيتك، بس هي هتبقى في الاغلب شخصيتك الحقيقيه، ان هي فعلا الشخصيه دي هي مثيره للاهتمام بشكل او باخر.
مثيره للاهتمام. واخد بالك انت بالمفردات؟ في جزء غريب من اليوتيوب، انا الحمد لله مش معترف بدور ان هم يوتيوبرز، مش دول الباقيين لليوتيوب يعني لو حصل له حاجه. اي كلمه وحشه هتتقال عليكي هتتكتب على وشك. فاكر صدفه كيتشن يا اسطى؟ صدفه كيتشن يلا على اليوتيوب دي ام خالد وقت اليوتيوب بقى، وقت ما كان اليوتيوب هو الاساس. طبعا عموما هو في حته انحياز لليوتيوبرز حبايب قلبي. هو عموما هتلاقي ان اليوتيوبرز هم اكتر ناس تحسهم على طبيعتهم بشكل او باخر، وطبيعتهم دي فعلا بتسال ان هي نظيفه، فاهم؟ انت اسوأ حاجه تلاقي يوتيوبر عملها ايه؟ ان هو غش في مسابقه. التصنيف الثاني بقى التصنيف الثاني المغنيين والممثلين، والحقيقه يعني ايه ربنا يستر من الحته الجايه. ليه انا فصلت المغنيين عن الرابرز؟ انا بعتبر عموما المغنيين المين ستريم هم ليهم تصنيف لوحدهم عن المغنيين اللي هم ممكن تحسهم اندر جراوند. حتى ان زمان كنت بتلاقيها تصنيف اندر جراوند والمين ستريم والكلام ده كله، فانت تلاقي ان دول واخدين جو ودول واخدين جو تاني، ودول واخدين شخصيه تانيه. وعريس الليله وكل ليله الفنان اللي ما بيخلاش من اي فيديو ليا لا وبجد المره دي هو عمرو دياب في سياقه، وعمرو دياب المره دي بجد في سياقه، مش شخصانه مني. هو بصراحه شخصانه مني. انا هعمل ايه؟ انا هعمل كام حاجه تعلق الناس بيا، وفي الاخر اقعد احلبها بقى، اقعد احلب الذكريات والكلام ده كله اللي انا قلته برده في الفيديو اللي فات يعني. بس اهم حاجه كمغني مين ستريم فان انت ما تظهرش للناس، ولا لقاءات ولا حاجه ولا اي حاجه تعرف الناس عنك ايه. انا لازم ابقى مجهول دايما، وكوني مجهول ده هيخليني مثير للاهتمام للناس اكتر. فكان تعلقك بالشخص لحد ما بيبقى بالوقت اللي بيفكرك بيه، مش بالشخص هو نفسه يعني. لحد ما دي حاجه حلوه، لسه واخد بالي من الحوار ده ان هي دي حاجه حلوه. انا مش عايز ابقى متحمل على الناس دي اكتر من اللي انا عملته خلاص يعني، بس انا عادي برضه يعني يا اسطى، انا بقول اللي انا عايزه. في مثال عموما عن الناس اللي تحولت لمين ستريم اكتر من ان هي كانت معبره عن الناس، اللي هم كان فعلا انت سهل تتعلق بيهم. بس انا هحسس الموضوع بس انا بجد انا حاسس على الموضوع ده بعيد شويه علشان ما يتفهمش غلط. كاروكي لحد ما فقد هويتهم، وده مش راجع لحاجه، بس انا عارف ان اكل عيش مر، انا فاهم كل ده. بقتش بحس الناس دي قريبه مني بشكل او باخر، بقتنع فعلا ان هم من المعادي. قبل كده كنت تحسه امير عيد عادي ممكن يمشي ان هو من الهرم. انا شفت ناس ومثال تاني بس عشان حته كايروكي دي ما تفهمش غلط، عشان ابقى بره ذمتي. حد زي طولة السكه اللي هو خدها، انا فاهم حته ان هو الدنيا زلزلت معاه برده وخلاص بقى عايز ان هو يكمل في الحته دي، بس هو الموضوع بقى قالب معاه بحل. هو الموضوع المفروض ان هو يبقى معادله من حيث ان انت تعمل الحاجه اللي انت راضي عنها وفي نفس الوقت الحاجه اللي تفايرل، بس هو كمل في السكه اللي هو فيها دي، وانا شايف ان هي سكه مش هتوديه في حته قريب يعني. ممكن ان هو يقلب مثلا يبقى زي عمرو دياب. هو على فكره حته طولة دي بتثبت حته ان انا لو شخص مجهول بالعكس هيبقى مثير للاهتمام اكتر، يفايرل او الناس تبقى مهتمه ان هي تعرف عنه كتير، فاهم قصدي؟ واتمنى ان توليت يرجع يعمل حاجه ان هي ما تبقاش حلب اللي بيحصل ده، علشان انا بحب الراجل ده فعلا ونفسي ان هو يستمر على اللي هو فيه، بس في نفس الوقت ما يخشش في زون عمرو دياب. برضه عمرو دياب بس. الجزء الثاني من التصنيف هم الممثلين وهم نفس الكلام على المغنيين، بس مع زياده كم نقطه شويه مختلف عن المغنيين والممثلين في حته البيرسونا بتاعت الممثلين بتتخدم عليهم من كل حاجه، زي لقاءاتهم وادوارهم وحاجات كتير تانية. وحته البيرسونا دي للممثل بالذات بتبقى جايه على الطبطاب، فاهم؟ اللي هو اصلا دي شغلانته، وان اصلا البيرسونا بتاعته بتبقى ثابته وواضحه في اغلب الوقت. ومين في الحته دي البيرسونا بتاعته واضحه اكتر من عادل امام يعني. عادل امام دايما قادر يظبط المعادله ان هو يبقى شوف الناس عايزه ايه، وفي نفس الوقت هو قادر يعمل البيرسونا بتاعته، بس هي في نفس الوقت تحسها ان هي مش بيرسونا. هو عادل امام بيعادل امام. او احمد عز مثلا الشخصيه الملزقه اللي هو هطلع عايز تيجي معانا اهلا وسهلا، مش عايز تيجي اتفضل. افهم الكلام عايز تيجي معانا اهلا وسهلا. حلو معلش هتريح لي ظهرك عند الجدي اللي هناك ده على ما اتفرج على التمساح. وممثلين كتير قدروا ان هم يظبطوا البيرسونا بتاعتهم في اغلب الوقت والمده طويله كمان. بس انا عموما في الوسط ده دايما اول ما بشوف الناس اللي فيه يعني اشم ريحه، مش من الاخر بشم ريحه الموضوع فعلا مش كراهيه ليهم يعني. انا في ناس منهم بحبهم، بس بحس في تلون كده عندهم ان في حاجه وراك، في مصلحه وراك. وانا ما عنديش مشكله ان انت تبقى شخصيتك وحشه وتطلع بيها، بس ما تصطنعش شخصيه تانية يعني. الفيديو كامل هو الفكره متمحوره حوالين الموضوع ده. حتى لو هتعمل بيرسونا يبقى هي بيرسونا فعلا واخده منك، او انت حقيقي معايا مش اكتر. رغم كده مش كلهم بيبقى نفس الفكره، بيبقى في ناس فعلا هم قادرين ان هم يبقوا معبرين عنها بشكل او باخر، او فعلا طالعين بشخصيتهم، زي مثلا احمد امين او عصام عمر. دول اكتر اتنين بحسهم ان هم يجي منهم بني ادمين، فاهم قصدي؟ بعد الكلام ده كله انا جاي اطرطر على مبدا البيرسونا ده كله، واقف النقطه اللي انا جزيت عليها كتير في الفيديو ده، وان هي انت بس تبقى على طبيعتك. وليه انت تبقى على طبيعتك؟ عشان انت لو عملت بيرسونا كامله بعيده عنك مش طبيعيه او مش بجزء من شخصيتك، هيبدا مع الوقت الموضوع انه يقدم، وان خلاص انت مبقتش قادر تواكب. وده مش لحاجه، بس عشان انت عقلك نفسه خلاص مع الوقت هيبدا ان هو يقدم، فانت اصلا مش هتبقى قادر تواكب مع الجيل الجديد هل هو عايز ايه او بيمشي ازاي. فده دايما بيقلل مده صلاحيتك. على عكس لو انت طالع بطبيعتك او ببيرسونا واخده منك، او ان انت نفسك شخص مثير للاهتمام بشكل او
او باخر، فانت اصلا مش هتبقى محتاج تضيف كتير للبرسونا اللي انت عايز تعملها او كده. هو اصلا بيبقى معمر، انت مهما كبرت فالناس اصلا شايفه تطوراتك واحده واحده وعارفين هم بيشوفوا مين او حقيقتك انت ايه، وهم كده كده هيفضلوا متقبلينك وحابينك. فالمطلوب دايما ان انت تبقى طبيعي على حقيقتك على قد ما تقدر. حاسس ان انا اتكلمت كتير جد في الفيديو ده، فما تعودوش على الموضوع ده كتير يعني. حاجه انت ولا اي حاجه، ولا بتعمل اي حاجه، ولا في اي لازمه اللي انت بتعمله ده.